احنا ترى علاقتنا مع ايران على مر التاريخ يعني ليست هاديه. احنا يعني في سنه 1782 دمر الاسطول الكويتي الاسطول الايراني في معركه الزباره في قطر. واسر قائد الاسطول الايراني وطرد نزل الاسطول الكويتي في البحرين، لما كانت البحرين عباره عن يعني مستعمره ايرانيه، واحتلت القوات الكويتيه بجابر العيش. ما كان هو الحاكم كان عبد الله ابوه، لكن هو كان قائد الاسطول، واحتلت القوات الكويتيه البحرين وسلمت البحرين الى آل خليفه اللي كانوا ساكنين في قطر. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ الكويتيين نزلوا في بندر خميني، الان اسمه بندر خميني، وتوغلوا في الإراضي إلى أن وصلوا جبال جزاج وراس في منطقة قريبة من جزاج وراس، وانسحبوا بعد ذلك. بس احنا نروح الاسم بقى، احنا نروح الاسم وكل واحد ياخد نصيبه هناك. الكويتيين احتلوا المحمرة سنة 1783 والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة عمال يقول لي ده صحيح يا جدع. انت سمعت ليه يا منصور؟ ده هو اللي ده صحيح بقى. زي ما هو انت قلت ايه انت، ولا عملت ايه انت، ولا احتلوا المحمرة ورفعوا العلم الكويتي على المحمرة. الكويتيين احتلوا الفاو 3 مرات، مو مرة ولا مرتين. ودي يا صدقك، بس قوية. انت بتقول ايه يا ابني انت؟ البتاع اللي انت عملتها دي مش علينا. قول كده البتاع اللي انت عملتها دي كده، قولها كده، قولها. انا عارفها بس قول انا عارف انا البتاع دي كده. الكويتيين عادوا السيطرة على البصرة يعني بالفترة هذه. الكويتيين احتلوا البصرة، يعني دشوا جيش الكويتي البصرة. من وصفة لها قاعد شنو بدي تسوي؟ ما عليك ليش تسوي؟ تكمش روحك. احتلينا يعني جزيرة أم الرصاص اللي في وسط شط العرب، احتلينا عبادان، هذا كلها تاريخ. احنا الكويتيين ايه احتلينا عبادان. اللي يريد حتى احتلينا عبادان ايه. اذا البصرة وعبادان والفاو والمحمرة وميناء بندر خميني، الآن اللي بندر خميني وميناء بندر خميني. وصلنا إلى مدخل هالأماكن هذه كلها احنا الكويتيين رفعنا عليها العلم الكويتي. كلها رفعنا العلم الكويتي. أيها الشعب، لقد قمنا اسمها اللي احنا قمنا بيها لقد قمنا بالثورة من أجلكم وفي سبيلكم، ولن نتعاطى مع ما كان يريد ولا كده. استاذ ناصر، بس عشان اتاكد اني انا يعني فهمتك صح، فهمت اللي قاعد تقوله. تقول ان اهل الكويت، احنا يا الكويتيين قدرنا نحتل عبادان كانت عندنا، والبصرة قدرنا نحتلها، والمحمرة وبندر خميني، ورفعنا عليها العلم الكويتي. مو صحيح؟ والفاو بعد، وجزيرة أم الرصاص بعد، اي، وأم الخصاصيف في إيران. أم الخصاصيف هذه أم الخصاصيف. إذا فلنذهب وراءهم إلى يثرب جميعا. حقائق التاريخ اللي تضعها انت الحين او تحطها امام اهل الكويت هي ان الكويتيين دشوا عبادان ورفعوا العلم الكويتي، ودشوا البصره واحتلوا البصره، ودشوا وحرروها بعدين تالي، ودشوا المحمره واحتلوها ورفعوا العلم الكويتي، ودشوا بندر خميني ورفعوا العلم الكويتي، ودشوا الفاو واحتلوها ورفعوا العلم الكويتي، ودشوا ام الرصاص واحتلوها ورفعوا العلم الكويتي، ودشوا ام الخصاصيف واحتلوها ورفعوا العلم الكويتي، وكسروا الجيش الايراني في قطر
وكسروا الجيش الإيراني في البحرين، وسروا كل الجيش الإيراني اللي كان موجود في البحرين. ما رد لهم مخبر. ده انت وصلت يا جدع والله، الف مبروك يا مرسي والله العظيم ثلاثه. والله ده انت المفروض ما تقعدش معانا بقى، تروح تقابل الناس اللي جايه من بره دي وتقول لهم على الكلام اللي هم مش عارفين. والله العظيم والله انت جرالك، انت سافرت بلاد بره ولا عملت ايه انت، ولا رحت فين؟ رحت فين انت؟ قول كده بقى البتاع اللي انت عملتها دي كده، قول كده، قول الحاجات اللي انت عملتها. هو المذيع اللي عملها لك، ولا انت اللي عملتها للمذيع، ولا المذيع هو اللي جالك؟ هو مش مذيع ولا بيشتغل ايه المذيع ده يا مرسي، ولا عمل ايه ده؟ طيب جميع الاسطول الايراني، جميع الجيش الايراني اللي موجود في منطقه الخليج تم اسره من قبل جابر العيش والاسطول الكويتي واعادهم الى ايران. شوفوا يا اخوانا، اي عدوان على واحد من الشله يعتبر عدوان علي انا شخصيا. لازم بقى. وشوفوا بقى لما يحصل عدوان علي انا بقى يا نهار ابيض، تبقى يا ابني ليله مش فايته. كارثه طبعا. انت هتقول لي مش فاكر الخناقه اللي فيهم دي اللي كنا فيها علقه دي كلنا دي؟ ليه الكسوف ده؟ بس احنا اتصرفنا.